السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه شهوات زينب يونس. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيكه بالتفاح والفواكه الجافه، كتجي زوينه ولذيذه واقتصاديه، وغادي تعجبكم وتعجب حتى وليداتكم، وتقدروا تحضروها حتى للضياف ديالكم. ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتبارطاجوا القناه ديالي مع صحابكم وحبابكم، وديروا لي جيم وتخليوا لي شي تعليق يكون زوين. غندوزو المقادير والطريقه ديال تحضير الكيك. غنحتاجو 2 بيضات كبار بدرجه حراره المطبخ ولا 3 صغار. غنحتاجو كاس ديال السكر سنيده بالقياس ديال العلبه ديال دانون، يعني كاس مع مرش ديال السكر سنيده بقياس ديال العنبه، وكاس بقياس العلبه ديال دانون زيت. غنحتاجو فاني، غنحتاجو قبيصه ديال الملح، غنحتاجو 2 ساشي ديال الخميره الكيماويه الوزن 8 غرام الوحده، وغنحتاج دانون بالنكهه ديال الفاني، وغنحتاج 2 كيسان العنبه ديال الدقيق الابيض، نقدر نحتاج اكثر ولا نحتاج قل، وشويه ديال الخل. غندوزو للطبقه اللي غنديروها فوق الكيك. غنحتاجو فيها شويه ديال الكركاع قطعته على هذا الشكل، وشويه ديال اللوز سوا قطعته طريفات صغار، شويه ديال الكاوكاو ايفيلي ولا اللوز ايفيلي، حبيبات ديال الشوكولا، خديت شويه ديال التمر قطعته طريفات صغار، تقدروا ديروا الزبيب الا كان عندكم حتى الزبيب حتى هويا. خديت تفاحه كبيره اللي غادي نحكها بالقشور ديالها، هنايا معلقه صغيره ديال النشا، وساشي ديال الفاني. غندوز للطريقه ديال التحضير. غناخذ كاس ديال العصاره، غندير فيه 2 بيضات، ولا تقدروا تاخذوا الا عندكم طراب الكهربائي ولا الطراب اليدوي. درت شويه ديال الملح، وغنزيد عليها شويه ساشي ديال الفاني، وغنزيد الزيت والسكر السنيده، وغنزيد عليهم علبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني. وغندير هاد المكونات كامله الطحن في الماكينه، وغادي نرجع معكم. من بعد ما طحنت المكونات ديالي كاملين وخويتهم في بول، غادي نبدا نغربل في الدقيق. هذوك 2 كيسان ديال الدقيق بقياس ديال العنبه. غنشوفوا واش غنحتاجهم كاملين ولا غنحتاج قل. غنغربل ونبدا نحرك بالطراب اليدوي بشويه بشويه. الخليط خاصو يكون عندي ثقيل. غنزيد 2 خمارات مع الدقيق، وغادي نغربلهم حتى همايا، وغنبقى نحرك في العجينه ديالي. خاص الخليط يكون عندي ثقيل، ونرجع معكم. تقريبا الخليط خاصو يجيني ثقيل على هذا الشكل. خدات ليا 2 كيسان العنبه، شاط ليا منهم قياس معلقه كبيره. هنا خديت هذا المول الدائري اللي كندير فيه طورطات اللي كيتحل من التحت، هو اللي غندير فيه الكيك ديالي. دهنته بشويه الزبده ورشيت فيه الدقيق الابيض. غادي ناخذه ونخوي فيه العجين ديالي ديال الكيك. غنهز يدي الفوق ونخوي على هذا الشكل، وغادي نحط هاد العجين غنحطه في الجنب تنوجد الطبقه اللي غندير فوق الكيك. هنا خديت التفاحه ديالي حكيتها بالقشور ديالها، غنزيد عليها الساشي ديال الفاني، وغنزيد المعلقه صغيره ديال النشا. الدور ديالها ما كتخليش التفاح يطلق الماء ديالو. وغنزيد هذيك الفواكه الجافه اللي قطعتها قياس صغير كامله، وغنخلط هذا الخليط كامل. والتفاح فاش حكيته زدت عليه تقريبا جهد معلقه صغيره ديال الحامض. غنحرك هذا الخليط على هذا الشكل، وغنديرو فوق الكيك ديالي.
هنا شعلت على الفران ديالي من قبل درجه الحراره 180، شعلت عليه من الفوق ومن التحت، وغندير الكيكه ديالي طيب. غير غادي توجد ليا، غادي نقدم معكم الشكل نهائي. من بعد ما طاب ليا الكيك ديالي وخرجته من الفران، دهنته بشويه ديال الناباج والغليكوز وحيدته من المول ديالو. جا الشكل النهائي ديالو على هذا الشكل، كيجي الشكل ديالو زوين وحتى المذاق ديالو زوين. غادي نقطع معكم طريف ونشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. بسم الله على بركه الله. الناباج كيعطيها اللمعان، والغليكوز كيخلي هاد الحبيبات اللي فوق منها، واللوز والكركاع والتفاح كيخليهم مثبتين في بعضياتهم. تجي على هذا الشكل، كتجي مفشفشه باقا سخونه، كتجي مفشفشه وزوينه وحتى المذاق ديالها زوين، كتجي معلكه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالجيم وبارطاج وشي كومونتير يكون زوين. الى اللقاء في فيديو جديد مع حلقه جديده ان شاء الله.